يحكى إن واحد من الحكماء عايز يعلم تلامذته شيء، جاب يعني أعزكم الله حاجة ميتة وقال لهم كل واحد يوصفها لي وصف. اللي قال له إن هي ريحتها وحشة، واللي قال له إن هي قد إيه شكلها مقزز، كل واحد قال وصف للحاجة دي. ففي الآخر خالص قال لهم محدش قال لي إن هي أسنانها بيضة، محدش وصف اللي شايفه، كله وصف اللي حسه. قال لهم انا قلت لكم انا عايز وصف للي انت شايفه مش اللي انت حسه. وهنا فن الوصف وفن الكلام وفن إدارة الموقف، ان انا ازاي اقدر اقول اللي انا شايفه مش اللي انا حاسه تجاه الاشياء. ودي بتحصل بسببها مشكلات كتير جدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا كلمة مهمة جدا: انما انا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. في ناس بتعرف تتكلم كويس، الوصف الصحيح ممكن يخلي الإنسان ينجح حتى لو كان مش صاحب حق. اتنين جايين لسيدنا النبي بيحتكموا إليه، واحد منهم بيقدر يتكلم كويس حتى لو كان مش صاحب حق، فبياخد فرص أعلى، في حين إن صاحب الحق نفسه ممكن حقه يروح بسبب إنه مش عارف يعبر عنه تعبير صحيح. عشان كده تعلم فن الكلام وتعلم فن الوصف من الفنون اللي الدنيا هتعرفك إنك مهم جدا إنك تعملها، إنك تقدر تتكلم صح وتوصف صح. كام واحد قدم في انترفيو في شغل في شيء معين، ولانه ما بيعرفش يتكلم عن نفسه كويس او ما بيعرفش يتكلم يقول ايه، بيعتبر مثلا يخاف لحسن الناس تقول عليه متكبر او متعجرف او غيره، فما بيتكلمش عن نفسه بشكل صحيح، فتضيع منه الفرصة ويضيع منه الشغل لانه مكسوف يتكلم او مش عارف امتى يتكلم او يتكلم يقول ايه. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ده عرفنا صاحب الكلام الأحسن والوصف الأفضل هو اللي ممكن يفوز ويتفوق على اللي ما بيعرفش يتكلم كويس.